ايه مصادر الالهام اللي ممكن تكون موجوده للبني ادم؟ الطبيعة اللي حوالينا طبعا. مم. يعني الطبيعة بكل بقى التفاصيل اللي ممكن تبقى موجودة. لو في مناظر طبيعية، في أشجار بطريقة معينة، شكل وردة بشكل معين، بحر، شلال، الحاجات، المناظر الطبيعية الخلابة دي ملهمه. ملهمة. الشخص نفسه، مم. الشخص نفسه من جواه مم. ممكن يكون هو مصدر لمصادر ال الإلهام دي، لأنه من جواه ممكن تجيله حاجة، تجيله فكرة فتبقى مصدر إلهام. الثقافة والفن يا منال، يعني طبعا. الفنون، الموسيقى، الفن التشكيلي، الباليه، المسرح. انت ممكن تبقي واقفة قدام لوحة، وعلى فكرة ممكن تبقي مرسومة اللوحة دي وملهاش ملامح واضحة قوي زي الحاجات اللي بنقول عليها اه. السريالية اه. والحاجات دي. اه. الأشخاص، في في اشخاص. أشخاص بيبقوا هم مصادر إلهام، صح. سواء قريبين منك وانت على علاقة بيهم وتعرفيهم، او سواء بتبقى شخصيات معروفة والناس المشهورة اللي ليها تأثير. الأحداث، ممكن حدث يحصل في حياتك، مجرد حدوث الحدث ده يلهمك بحاجة. وانا في قناعاتي بقى، لو دورنا على كل ده، سواء احداث او شخصيات او طبيعة او فنون، هو المصدر الاساسي لكل دول ربنا سبحانه وتعالى. بالله. الطبيعة من خلق ربنا، وكل حاجة دي من خلق ربنا.